السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي. مثل ما تدرون الآن أجهزة الأبل والجالكسي والأجهزة هذه كلها انتشرت بشكل كبير، وكل جهاز من هذه الأجهزة له متجر، والمتجر هذا يحتوي على بعض التطبيقات اللي ما نبغي أبنائنا وبناتنا يحملونها. طيب كيف نحمي أبنائنا وبناتنا من هذه التطبيقات؟ بكل بساطة نتبع الخطوات الآتية ونبتدي بالأبل. أول شيء نروح عند عام، ومن عام ننزل تحت بنلقى كلمة القيود، ندخل على كلمة القيود، بنلاحظ على كلمة القيود موجود كلمة إيقاف، ندخل عليها بنحصل تمكين القيود، نضغط على تمكين القيود، بيطلب منا إدخال باسورد، اختار الباسورد اللي انت تبيه، أكد الباسورد مرة ثانية، انزل تحت بتحصل كلمة التطبيقات، ادخل على السهم الكل، بتحصل جميع الخيارات محطوط عليها صح، شيل الخيارين اللي تحت 17 فما فوق والسماح للجميع، أو زيد، ارجع مرة ثانية للإعدادات، تأكد ان كلمة القيود مكتوب جنبها تشغيل، شي انت حصنت جهاز ابنك او بنتك سواء كان ايباد او ايبود او ايفون. والان نبدا باجهزه الاندرويد، نروح الى المتجر، من المتجر نروح الى اعدادات، من الاعدادات نروح الى تصفيه المحتوى، بعد ما نضغط عليه نلقى نفس الخيارات، الجميع، بلوغ منخفض، بلوغ متوسط، بلوغ تام، اظهار جميع التطبيقات. طبعا نشيل اخر ثلاثه، وبهذه الطريقه نكون حصلنا ابنائنا وبناتنا من الولوج الى التطبيقات اللي ما لها داعي. لا تنسوني مصالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.